النهارده انا بتم 24 سنه، وانا عندي 18 سنه ربنا وفقني في ان انا اترقى وابقى في بوزيشن اداري مره واتنين. ربنا وفقني كمان وحطني في حته ان انا ابقى بحاضر للمدربين وابقى بحاضر في الاداره وادي كورس للمانجمنت. والله انا ما كنت مخطط لاي حاجه من الحاجات اللي انا كنت بقولها دي. تقدر تقول ان هو كان توفيق من ربنا ودعاء والدين، ولا انا شاطر ولا انا ليا اي علاقه باي حاجه من اللي انا كنت بحققها. في سنه من السنين اتغريت بنفسي وحسيت ان انا عادي اقدر اعمل حاجه واثنين وثلاثه واربعه، وان انا عادي مخي يجيب ويودي واروح في اي حته انا عايزها. وفعلا الشيطان كان بيسوحني ان يلا بينا يا معلم نبدا، ويلا بينا يا معلم ملهاش لازمه ان انت تصلي، ملهاش لازمه ان انت تقرا قران، ملهاش لازمه ان انت تعمل اي حاجه من الحاجات دي، وتبدا تركز على حياتك وشغلك. انت شاطر وانت هتعرف وانت هتقدر. تصدق ونوس يا غبي. وقعت كتير جدا في خلال فترات قصيرة، وده لان انا ما كنتش فاهم ان التوفيق اللي انا كنت فيه ده هو ما هو الا ستر من ربنا وتوفيق بس. رغم ان اقدر اقول لك ان انا كنت بسعى اكتر بكتير في الفترة دي، ولكن ربنا كان ليه حكمة في ان هو يعطلني عشان ما بقاش بعيد عنه بالحجم ده. السنة اللي فاتت هي اكتر سنة انا اتعلمت فيها وشفت فيها دروس فعلا مخيفة. انا مش جاي اقول لك ان انا جامد او ان انا سابقك بحاجات، ولا جاي اقول لك اي نصيحة غير ان انا بشاركك تجربتي من شاب لشاب. انت من سن 20 لسن 25 هتفضل تحاول وهتفضل تخسر وهتفضل تجرب. انت مش متأخر، انت ماشي صح. افضل حاول وجرب واسعى وحاول تعمل كل اللي تقدر عليه، بس حط دايما ربنا رقم واحد، وحط الحلال والحرام رقم واحد، واسعى بعد كده بقى شوف هتعمل ايه. علشان ما تكتئبش، وعلشان ما تحسش ان انت في حاجة متأخرة عنك، او ما تحسش ان انت لسه ما حققتش، او تحس ان انت واصل لحاجة جامدة. حاول تفهم مفهوم ان انت عبد وان انت عندك مبدأ العبودية. ده اول حاجة كده احب ان انا اشاركها معاكم في السنة الجديدة. الحاجة التانية، وهي كانت نصيحة أنا خدتها من واحد عنده حجم بيزنس كبيرة جدا، وهو قال لي إن أنت من سن 20 ل 25 تفضل تغلط وهتخبط وهتفضل تجرب مرة واثنين وثلاثة واربعة، ولكن من سن 25 لحد 30 لازم تبقى مركز في حاجتين ثلاثة هم دول مصدر دخلك. ربنا بيقول في القرآن الكريم: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ باشا انت مش عليك ان انت تشوف الزرعه بتكبر، ومش عليك ان انت تشوف الزرعه دي هتطلع بانهي شكل، ومش عليك ان انت تخطط الزرعه دي هتطلع ايه، هل هتطلع مانجا ولا هتطلع تفاح. انت كل اللي عليك تعمله ان انت ترمي البذره بس. ربنا بيقول في القران الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. الاتنين فتنه، سواء كنت في موقف كويس او سواء كنت في موقف وحش. الاتنين هم اختبار من ربنا، والاتنين هم مش نهايه العالم. عايز حياتك فعلا تكون افضل، خليك مع ربنا. خلي عندك يقين من قبل ما الابتلاء يخلص ان هو هيخلص. ولو انت في موقف دلوقتي كويس، شوف حساباتك انت بتعمل ايه غلط وحاول انت تمنعه، لان الاتنين صدقني فتنة. فاعرف ان هي فتنة في الخير، واعرف ان هي فتنة في الشر، وما تنساش ان الاتنين اختبار. وانا دايما بحب اقول ان الابتلاء بيجي علشان يحركك. الحتة دي مش بتاعتك، الحتة دي مش هي الحتة اللي انت تفضل فيها. الابتلاء ما بيجيش عشان انه يتحداك في حاجة، الابتلاء دايما بيجي علشان يحركك من الحتة اللي انت فيها فتروح لحتة احسن بكتير. في السنة اللي فاتت اتعلمت حاجة مهمة جدا، وهي احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون عدوك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون صديقك يوما ما. يعني ما تحبش حد قوي ولا تكره حد قوي، الاتنين سواسية. ولا تخسر علاقة ولا تدي علاقة اكتر من حجمها. انا طالع اتكلم معاكم علشان اديكم خلاصة السنة اللي فاتت دي، وهي في الثلاث حاجات اللي انا قلتهم. والفيديو ده لو ظهر لك وانت اول مرة تشوفني فهي رسالة، لان انا جاي اقول لك انت مش متأخر. راجع حساباتك مع ربنا، وربنا يرزقنا ويرزقكم الخير كله. وبس كده. انا مروان سعيد، وفي العادي ان انا بقول لك ان انا بقدم نصايح في البيزنس، فلو الفيديو ده عجبك اعمل فولو وابعته لغيرك، وفي العادي ان انا بقفله كده.